السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. طبعا كل البنات قبل اماني عايزين نضاره في الصيف، قبل اماني عايزين بشرتي دهنية وعايزة اقبض المسام، مش عايزة بشرتي مزيتة، عايزة لما احط ميك اب ما يتزحلقش من على بشرتي او يقطع او. مبدئيا انا مش عايزاك تحطي ميك اب في الصيف خالص. تمام. هقولك على شوية حاجات تعمليها، وهقولك كمان على نصيحة دكتور جلدية حلوة جدا 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 هتفرق معاكي تماما. اول حاجه مكعبات البطاطس او الخيار ما تشيلهاش من التلاجة. يعني هتجيبي لي بطاطسايه او خيار وخيارايه وتقطعيهم مكعبات وتسيبيهم في الفريزر مكعبات، وكل ليله تاخدي مكعبه من الخيار او من البطاطس بالتبادل مع بعض، تحطيها تحت عينيك وتمشيها على بشرتك كلها. حلوه جدا جدا جدا. ازازه ميه الورد ما تنشالش من رف التلاجة. بعد ما نتوضى نبخ بشرتنا، بعد ما تحس ان انتي بشرتك، دول اصحاب البشره الجافه. اصحاب البشره الدهنيه دول هنقولهم في اخر الفيديو. انما اصحاب البشره الجافه، البشره الجافه دي انلاكي بصراحه، بتبقى مش محظوظه وخصوصا في الصيف، فبتبقى عايزه ترطيب كويس جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان اصحاب البشره الجافه في الصيف بيزعلوا جدا، لان بتبقى انتي اكسده يعني. ممكن تبقى البنوته حلوه قوي، مجرد ما تخرج في الشمس تلاقي بشرتها غيرت وبيبقوا عرضة للتجاعيد. فعشان كده هم اكتر ناس بننصحهم بالترطيب. والترطيب يا جماعة مش معنى كده ان انا اروح اجيب منتج بألوفات الألوفات، لا خالص. على فكرة انا بالنسبة لي الترطيب كريمك المرطب المناسب لبشرتك، وبالنسبة لي بانسينول عامل اصدارات جديدة حلوة جدا جدا جدا. وتحطي عليها مقدار على اللي انت بتستخدميه اليوم، مقدار راس الكبريت فازلين، فده تحفة. واي مرطبات ما تستخدميهاش الا بالليل، واوعي تخرجي بكريمك المرطب في الشمس. دي قصة بالنسبة لي منتهية. مفيش خالص خالص. هاتيلي علبة جل صبار اللي هو 99.9 من الصيدلية اللي هو الأورجانيك، وحطي عليه نص شريط من كبسولات فيتامين اي. ترطيب ولا أروع. لو سمحتي رطبي ايديكي ورقبتك ووشك كله بالترطيب. وطبعا ما تنسيش جسمك، لأن الصيف بيخلي الجسم والجلد عموما يفقد جزء كتير جدا من السوائل، وبعد كده بيكرمش. تعالي بقى اقولك النهارده على وصفه دكتور جلديه حلوه جدا 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 لاصحاب البشره الدهنيه والجافه. بس الجافه يرطبوا زي ما قلت لكم كتير 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 كتير. ولازم تدخلي في روتينك جزء من الفازلين، لان دي من الحاجات الحلوه. ومش راضي اقولك كمان جريسلين حلو جدا 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 لايدين ورجلين وجسم ووجه، بصراحه تحفه. هتنزلي الصيدليه اللي جنب بيتكم وتجيبي لي علبه ماربلين كريم. علبه ماربلين كريم. علبة ماربلين كريم. هي كانت عندي والله وانا لسه خلصانة، فهجيبها واوريها لكم برضه. ماربلين زي الادبالين والاكراتين والحاجات دي، نفس المركبات. وتجيبي معاها ريتش بانسينول. تمام كده. حتة قد العدساية، قد العدساية لو انت يعني يبقى قد حباية البسلة كده، هنا 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 هنا. وما تجيش تحت عينيكي ولا حوالين الانف ولا حوالين الفم. المناطق دي عايزة كريمات تانية. لو انت عايزه طريقه حلوه قوي قوي قوي، اسمها طريقه الساندوتش، هقول لك عليها. هتحطي الاول طبقه المرطب، وبعدين تستني ربع ساعه، بعدين طبقه المقشر وتستني ربع ساعه، بعدين طبقه المرطب. دي لو استخدمتيها الوصفه دي حلوه قوي 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 كاي كريم مقشر. نرجع لوصفتنا بقى الاولانيه، اللي هي كريم الماربلين وكريم بانسينول. تمام كده. هتحطي لي كريم الماربلين مره واحده في الاسبوع لمده ليله كامله وتنامي بيه. طبعا زي ما قلت لكم ما يجيش في المناطق دي خالص. وتقوم الصبح تشطفي، وطول الاسبوع تكثفي المرطبات. طول الاسبوع مرطب على حسب نوع بشرتك. واتفقنا لو انت بشرتك جافه هتحطي المرطب عليه كميه صغيره من الفازلين. الوصفه دي حلوه جدا جدا جدا. دي وصفه الدكتور مشهور رحمه الله عليه. قال لك ده حتى لو انت ما عندكيش تصبغات وما عندكيش اي حاجه، عشان تقبضي المسام وتبقى على طول بشرتك نضره وجلوي، وتحفزي الدوره الدمويه في بشرتك، لان المقشرات مش بس لازاله التصبغات، لا، عشان تحفزي الدوره الدمويه وتبقى بشرتك نضره وفيها حيويه. الوصفه دي حلوه جدا جدا جدا. كل وصفاتي بالليل، كل وصفاتي اوعي تطلعي في الشمس. كل وصفاتي مفروض انها بتبقى، التقشير بيبقى في الشتاء بس، لان ده الصيف كل سنه وانتم طيبين بيبقى موسم التزاوج وكله فيه عرسان وعرايس وكده، فكل البنات بتسالني. الوصفه اللي جايه بعد كده هقول لك على حاجه حلوه قوي 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 قوي، هتخلي جسمك كله موحد وبشرتك ولا الازاز. وجربي. يلا سبسكرايب للقناه، وكمان اشتركوا في القناه التانية عشان هنحل فيها مشاكلنا وندردش مع بعض، واعرفكم بشتري الحاجات منين.
وفيها شويه فيديوهات كمان حلوه قوي قوي. القناه دي قناه وصفه طبيعيه وكريم من الصيدليه. القناه التانية اسمها ايه؟ قناه مع اماني منوعات وحاجات بنات. وشكرا جدا 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 لطاقتكم الغاليه. واسفه وبعتذر ان انا بغيب عليكم كده، بس معلش ان شاء الله ربنا ييسر الامور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.